مساء الفل. مساء الفل. مساء الخير يا جماعة. طب أنا قبل ما أطلع على المسرح سيف كان بيقول لي أنا ما بحبش أتكلم عن نفسي ومش عايز أتكلم عن أقول حاجات كليشيه، فبقول له أنت طالع ليه يعني؟ طب هنعمل إيه؟ هنقول إيه يعني؟ إحنا واخدين أنا وهو نية فيرست اوف اول احنا اصحاب يعني، فنعرف بعض كويس، فالموضوع مش هيبقى رسمي ولا ملزق ولا في ستاندرد كويستشنز. واخدين نيتين، النية الأولى نبقى على طبيعتنا جدا، دي حاجة، والحاجة التانية طبعا أكيد نفيد يعني الناس اللي قاعدة، ونسيب روم فور أسئلة ما عدا الأسئلة المدسوسة، لأن في ناس عايزة مندسة عايزة تسأل أسئلة معينة فمش هنديها الفرصة. فان شاء الله نحاول ناخد اسئله احنا عارفين ان هي اسئله حقيقيه، مش كده؟ عشان يعني في ناس مدسوسه هنا قاعده وده حواليك. وضح انك بتهزر عشان الناس واخده كلامك جد. لا انا بهزر. طيب سيف، ممكن ابدا كده اقول لك عايز ابدا سؤال. انت يعني غير طبعا اوبviously سي او جهينة عضو منتدب لاكبر شركات مصر يعني، واكبر شركه في قطاع الالبان وكده، انت مين بيوند جهينة؟ دي مشكله كبيره جدا يعني، مشكله انا بشتغل عليها مع نفسي جامد، لان جهينة هي جزء من شخصيتي، ودي يعني لها مزايا كبيره جدا للبزنس، بس لها عيوب قاتله ليا انا شخصيا. فيعني انا ماشي في رحله دلوقتي ان انا احاول افصل الهويه بتاعتي عن جهينة، لان انا دايما لما بتسال او بفكر مع نفسي هو انا ايه خططي خلال الكام سنه اللي جايين دول، كلها مرتبطه بجهينة، مفيش خطط ليا انا شخصيا، فدي مشكله كبيره. انت بتبتسم ليه وانت بتجاوب؟ وانا مبسوط. عادي. لا يعني كانك بتقول لي دلوقتي انت كانك ما فيش حياه من غير جهينة، حياتك كلها متمحوره، مع ان بنتك قاعده ويعني في ما عندك عيله يعني. لا عندي حياه طبعا، الحمد لله عندي حياه وحياتي كويسه، بس دايما افكاري وطموحاتي مرتبطه بالكيان ده بشكل كبير، والموضوع يعني مؤخرا بدا يزعلني شويه، لان انا حاسس بتقصير في حق نفسي. اوكي طيب هخش في سؤال كده له علاقه ب انا بسميها فلسفه يعني. انت كل واحد فينا عنده، يمكن كلمه فلسفه كلمه كبيره شويه، بس في كده انت بتبقى عندك مايند سيتس معينه ممكن تكون تبنتها. اولا انا عارف عنك ان انت كنت وانت احنا قاعدين كده القعدات الكاجوال كنت بتفخر ان انت اتمرمطت، الوالد ربنا يديله الصحه، انت ما خدتش البوزيشن كده بسهوله، انت سوقت عربيات وكنت بتلف وبتاع، كان في ما كانش فيه، حتى كنت بتقول لي ما كنتش تطلع اجازات، كان الناس الشباب اللي في سنك بيطلعوا اجازات، انت ما كنتش تطلع الاجازات، كان الوالد ربنا يديله الصحه بيرميك في المصانع والديستريبيوشن، عملت تور. بس عايز اسالك، انت في الفتره دي كان عندك معتقدات معينه، طريقه فكر معين، ايه من الافكار دي اكتشفته ما كانش صح وتغير؟ هو طبعا كان في افكار غلط صحيح، ولكن هي الغلط ده ادى الى نتائج ايجابيه كويسه. يعني انا كان عندي حاله رعب، حاله خوف كبيره جدا ان انا ما افهمش البيزنس، فالخوف ده كان تريجر قوي جدا او محرك جامد يخليني يعني اضغط على نفسي ضغط كبير جدا وادخل في الرحله اللي بتتكلم فيها، مع ان انا كان ممكن ان انا اعرف اتوازن شويه في حياتي، بس هو سرع الموضوع. انما هل كانت ممكن تيجي بطريقه اهدى من كده شويه؟ كان ممكن كان ممكن، بس في الاخر انا مش ندمان عن شيء، لان في الاخر هي كان لها اثر ايجابي كبير عندي. وانت ايه اللي كان حطك تحت ضغط؟ ليه بتقول تحت ضغط؟ ضغط ايه؟ هو ضغط ان الكيان حجمه كبير وانا صغير، فلو عندي حاله قلق شديد ان انا ما افهمش البيزنس، ولو ابويا جرى له حاجه هتبقى مصيبه سوداء علينا وعلى العيله كلها، فلازم ان انا اجري بسرعه عشان خاطر واقدر افهم على قد ما اقدر، يعني لازم اخد قرارات غير اعتياديه، او لازم اكون مركز تركيز مش التركيز العادي بتاع الناس اللي في سني. طب انا هسالك سؤال خاص وقول لي لو مش عايز تجاوب عليه عادي يعني.
هو مش في السكريبت. هو الموضوع كان هيبقى توريث، يعني عارف زي يعني اللي هو كان لازم انت تمسك العضو. يعني افرض انت في عيال كده ما فيش منها رجا زي ما بيقولوا. يعني انا الله يمسيه معروفه قوي، قصه معروفه، ماجد الفطيم توفى وابنه الوحيد ده ما كانش ينفع يمسك الامبراطوريه دي، والراجل سلمها الجفرنانس لاداره محترفه. ايه فكره ان انت لا انت اللي جاي؟ لا مفيش الكلام ده يا معلم، مفيش الكلام ده خالص. قولي. هو الحوار ان هو ابويا جه قال لي وانا لسه في الجامعه، قال لي يا ابني انت واخد الموضوع جد وعايز تخش معايا في الشغل ولا نبيع الشركه، لان انا بيجي لي عروض حلوه. فقلت له لا انا عايز اشتغل معاك. قال لك صراحه كان ممكن يبيع الشركه. وخلي بالك انا يعني ما اقدرش ان مثلا ان حد مثلا من عيالي اولاد اخواتي ان هو النهارده اتحايل عليه عشان هو يكمل. ما فيش، ده مش اوبشن. اذا كانش هو او هي متحمسين بشكل كبير للقصه وعايز موظف يتفشخ من تحت خالص، فاهم، ياخدها من تحت لفوق، مستحيل مستحيل ان هي تمشي ولا تسلك. فهو ابويا سالني يعني قال لي كده، قلت له انا معاك سكه، انا هكمل ودايس واخدها معاك. فخدت المشوار ده من تحت. قال لي بص لو هتخش في الموضوع ده يبقى فيه تضحيه كبيره جدا، مفيش حاجه اسمها بقى اصل انا طالع مع اصحابي مارينا وهركب الجيت والكلام الخايب ده، هناخدها من تحت خالص. قلت له شغال. فساعتها بدل كنت بصارع الزمن، انما هي مش توريث. هو الراجل كان جاله عروض والراجل بصراحه ما ضغطش عليا ولا اجبرني على اي شيء خالص. هو لان ما ينفعش المسيره دي تمشي من غير يكون واحد جد فعلا. طب انا فكره الاكسلريشن دي اللي هو الفاست كوكينج، الطبخ السريع ده من 0 to 10، يعني انت تقريبا انا ما اعرفش الرحله، انا ما عنديش تفاصيل انت كنت ايه، هل كان في حاجه قبل عضو منتدب بعدين فقيت فجاه عضو؟ يعني الكلام ده واضح ان مساحته قصيره قوي. ايه اللي حصل عشان عرفت وانت انا عارف انك مالي، يعني والدك انا عارفه مش هيسيبك لو انت مش قدها، مش يعني اكيد مش هتتساب، بس انت الحمد لله مالي المركز تمام قوي. حصل ايه يخليك اب تو ات؟ هو الموضوع بدأ من اول الجامعه. يعني انا في الجامعه، انا في الدراسه ما كنتش شاطر، ومن اول صيف في الجامعه وانا بشتغل فيه، سواء اذا كان في مصر او بره مصر تدريب او في جوه شركات. فلما عدت فتره الجامعه وبدات اشتغل، انا ما قعدتش على مكتب ولا اتعمل لي ايميل اول 3-4 سنين في شغلي. يعني ما كانش عندي مكتب ولا عندي ايميل اصلا. فبدات الموضوع من تحت خالص. بعد كده خطوه بخطوه بدات اطلع مشرف، اطلع مدير، اطلع فني، بلف في ادارات مختلفه. وبعدين قصه سي او دي كانت متخطط ليها اصلا. انا متخرج 2004 2005، كنت متخطط ليها 2020. حصلت ظروف خلتها 2016. كويس. بعد كده قعدت 4 سنين، وبعد كده قعدت سنتين بعيد شويه ورجعت تاني. فالامور بدات الرحله من 2016 لحد دلوقتي. طب بقول لك انا عارفك كويس يعني من جوانب معينه، عارفك ما بتحبش الحال المايل. يعني انت الكلمه تطلع يقول لك الواد ده فافي، عارف انت الناس دي بتريجر يو. يعني الواد تلاقيه مثلا حد مش ناشف، انت خدتها فحت واتحطيت في ظروف صعبه قوي، والشغلانه اصلا مش سهله وشركه كبيره قوي وعليها ضغط. بتتعامل ازاي مع اللي احيانا ما بيبقاش شايف بدماغك، يعني ما عندوش نفس الاستامينا ونفس الحته دي؟ انا الموضوع عارف الموضوع ده بيستفزك. لا خالص. هو بص، هو لازم الواحد يبقى واخد باله ان هو انت بترقق صوتك وانت فاهم كويس قصدك، طبعا فاهم كويس قصدك. هو طبعا موضوع مستفز العيال الفرافير بصراحه. يعني ما بخبيش عليك، هو موضوع انت جيت على الدمبل. بس المشكله الكبيره ومش الفرافير بالشكل، يعني الفرافير انا فاهم انا فاهم يعني مش عوجة لسان، بس اللي يعني هو ايه بقى انت الفرفور بالنسبه لك ايه؟ في عيال في الجيم ما شاء الله حيطه، ويعني ما فيش اي حاجه. بس مين بيسقط من نظرك يعني في الموظفين كده تبقى عايز عارف اللي هو تاكله؟ يعني انت لو مسموح الضرب كنت ضربت، بس انت مش هتضرب. لا ما فيش كلام. بس اقصد يعني لو في حد يلا انا مش هستحملك. يبقى الناس اللي في لنا ليهم زيرو تولرنس. خلينا نتكلم على الناس اللي انا ما بقدرش اتحمل. أيوه. في التعامل معاهم. سواء على فكره اذا كان جوه جهينه او بره جهينه. ايوه انا فاهم. تمام. طيب. يعني الكذاب او اللي بيحور دي مشكله.
لما يكون شخص ممرقع مش بتاع شغل، حتى لو دماغه نظيفه بس هو مش بتاع شغل، والشغل كده جزء لذيذ يعني في حياته، يعني بيقضي وقت بيه ظريف. طبعا يكون حد لسه شباب صغير متخرج والكلام ده كله لسه مش فاهم، ما عندوش الوعي، ممكن واحد يتحمل شويه. انما لما يكون واحد يعني مدير مثلا ولا حاجه، ولا حد عنده 30 سنه ولا حاجه ولسه يعني ما عندوش الشغل، مش حاجه اساسيه في حياته، دي حاجه مستفزه. اللي بيقول كلام ما بيعنيهوش دي عندي مشكله كبيره. الناس تقول الكلام اللي بتعنيه، فدي حاجات اللي ما عنديش ليها توليرنس يعني. بس هي الكذاب واللي بيحور واللي مش بتاع شغله ومش مركز، طبعا الناس اللي عندها مشكله في الاي كيو ده برضه ما عنديش تحمل ليه خالص، مشكله الغبي كبيرة. يعني. الغبي طبعا يعني مع كل احترامي صفه، في ناس اغبياء في حياتنا ده اساسي يعني. بس واللي بيحكي بقى في المواضيع. عايز اقول حاجه بس اسقطها على لو في شباب بيسمعونا. في ناس شباب وغير شباب بيبقى مستخبي ورا صباعه، يعني هو مش شايف انه متشاف، وانت يور ا جود جادج اوف كاركتر. يعني انا اعرف ناس انتوا ما بتبقوش في المناصب دي بسهوله، بغض النظر بقى انت ظروفك اتحطيت فيها، سعيت ليها، كسبتها. يعني في كتير ناس اللي بيبقوا في مناصب معينه بزنس مان they are BS detectors، بيشوفوا البولشيت بسهوله. في شباب احنا وانا كنت منهم وانا صغير ما ببقاش فاهم ان انا متشاف، ففاهم ان انا سابق، وهو الراجل اصلا ما عندوش وقت يقول لي على فكره انت اهبل روح. فمهم قوي ان يعني الناس تبقى صادقه، بيسموها ايه don't insult people's intelligence. هي دي طبعا بتبقى مشكله كبيره لما يكون شاب صغير وجي تحت مدير او مديره علمه القصه دي. انت اهم حاجه ان انت بقى بص تظهر شغلك وتخلي الارقام سكسي وتعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا الكلام ده يعني بيوكل عيش سنه سنتين 3 سنين، انما بعد كده مش يعني طبعا مفيش كلام يعني. فهي في الاول في الاخر يبقى واحد بتاع شغل، ولو واحد لقى ان حس ان مديره او مديرته ما عندوش اثكس او ان هو بيلف وبيدور والكلام ده كله، الا لو كلتشر الشركه كده. يعني في شركات الكلتشر بتاعها كله بيحور على بعضه، والرئيس التنفيذي للشركه عايز حد يحور عليه عشان هو ياخد ارقام يحور بيها على البورد، فده موجود. فلو هو كلتشر الشركه كده ده كلتشر مش حلو، فهو لازم الواحد يختار من الاول شركه يكون الكلتشر بتاعها متناسب مع اخلاقياته او مبادئه. فدي الفكره. فده الموضوع. انما لما يكون ثقافه الشركه مش متقبله كده، الناس دي ما بتعيش كتير. حلو قوي. طب انا عندي ليك سؤالين بسرعه عشان بيقولوا لي، وعايز ادي وقت لو في اسئله. لو انت هتبدا جهينه النهارده، لو كنت بداتها النهارده، انا عارف ان انت فيها ليجاسي، جهينه دي شركه قديمه قوي، لو انت بادئها النهارده would it look any different from now؟ هو سؤال يعني احنا في الوقت الحالي الفرص او الاختيارات لنوع البيزنس مختلف عن ساعتها، فانت بتتكلم على نوع البيزنس ولا بتتكلم على الباث؟ لا، لو انت بتبدا جهينه النهارده كان هيبقى شكلها مختلف عن وضعها دلوقتي؟ كان عشان طبعا احنا ما حدش عارف، كانش عارف اللي هيحصل في مصر خلال الفتره بتاعت ال 15 سنه اللي فاتت ديت، ان سعر الدولار حصل فيه تدهور جامد قوي في الجنيه والدولار غلي جامد. فاحنا من الاخطاء او من التحديات اللي عندنا ان احنا من دي 1 مركزين في السوق المحلي، بعدين مؤخرا بدانا نركز جامد في التصدير، وده فاد الشركه بشكل جامد. انما لو هي الشركه من دي 1 مركزه على التصدير دي كان هيبقى الموضوع مختلف. فانا لو كنت هبتدي اخلي اركز في السوق المحلي وافتح فرع قوي في التصدير، يعني تو دايفرسيفاي اكتر. طب بس نيفر ليت يعني، احنا اون تراك يعني. اسالك سؤال بس ما تغلست، ما تقفلنيش في السؤال يعني. هقول لك لو انت اللي بتغلس هنا مش لو كان الوالد شاف ما فيكش رجا، افترض ايام الجامعه قال لك ده شكله وكنتش انت بقيت في جهينه، كنت هتعمل ايه؟ كنت هتبقى ايه؟ يعني انا لو ما كنتش في جهينه، سيبك من موضوع الواد، لو ما كنتش شاف راجل، لو كنت شاف راجل كنت ممكن ابقى عيل خايب، مش هينفعش في جهينه او في غيرها. يعني افترض لا او انت لا، هو كان شايف فيك راجل وانت قررت مش هشتغل في جهينه. كنت اشتغل سيناريست افلام. تتكلم جد؟ والله العظيم كنت اشتغل سيناريست افلام خطير، وكنت ابقى مخرج وشغلانه لذيذه وحلوه، وبحب انا الف قصص وحاجات. ما كانش حصل اللي حصل. ما كانش كان هيحصل برضه، مش مشكله. طيب انا عايز اسيب وقت الاسئله.
احنا تعالي ورا. ايوه قومي تعالي. ممكن نديها ميكروفون لو سمحت. وخدوا بالكم بس بنته موجوده، ها، عشان لو الاسئله بس. اتفضلي. اوكي. انا 24. عندي فاميلي بيزنس وانا اللي ماسكاه دلوقتي، ماسكاه من وانا في تانية جامعه واخدت جاب يير وحاجات كده. فانا مش عايزه كويستشن على قد ما انا عايزه هيدلاينز منك او ادفايس امشي عليها عشان اخلي مبدئيا هو ستارت اب بزنس او مش ستارت اب، هو سمول بزنس. فانا عايزه اجرو اب بيه على قد ما اقدر، فعايزه منك ادفايس. ادفايس للبيزنس بتاعك؟ هو اول ادفايس ما تساليش اي حد ادفايس خالص. ده اول حاجه. لان ممكن يديك ادفايس يوديك في حته تانية خالص غلط. بس لو طبيعه البيزنس بتاعتك ايه هي يعني، ممكن لو انا عندي خبره فيها اديك ادفايس في طبيعه البيزنس. انما لو سالني سؤال محدد بلاش جينيريك. انا قصدي ان حضرتك تديني هيدلاينز او بوينتس تيبس اند تريكس او something like this امشي عليه علشان اجرو اب باي ماي بزنس. فاهم قصدي؟ يعني اول اللي انت بتعمليه حباه، ده اهم حاجه جدا. تمام. فاللي انت بتعمليه ده لو انت حباه لازم تشوفي هي الناس وصلت في اخره لفين، وده من خلال لو فورمز او سامتس او مؤتمرات بره وكورسز او بروجرامز، او نقعد مع ناس في المجال شاطره جدا وقديمه ناخد منهم ادفايسز ونفهم منهم تفاصيل اكتر. يعني هي اللي بيتقال لك هو اللي بيتقال لي انا لو انا هفتح بيزنس جديد، هو اللي بيتقال لاي حد بالظبط، مش فارقه. كون بتعملي حاجه انت بتحبيها وتوصلي من حيث انتهى الاخرون وتبقي دايما ابديتد بيها وبس، وتعيني معاكي ذا رايت تيم. لان لو انت فاهمه كل حاجه وشاطره في شغلك ومش معاكي التيم الصح لا يمكن تعرفي توصلي اي حاجه. هو كلام يعني جينيريك شويه بس يعني اتمنى اكون غطيت جزء من سؤالك. لا عارف ان في واحد برضو كان قال ان 90% من الادفايس لا يؤخذ بها. يعني قال لك من كتر 10 نصايح هرمي 9 بس. مين تاني؟ في حد عنده سؤال تاني؟ في اتفضل. ممكن نديله مايك لو سمحتوا. الصف الاولاني هنا. شكرا. انا عندي سؤال سيف. قرب الميكروفون بس. ممكن اقول ايه التشالنجز المواجهه مثلا اللي بتواجه جواينا دلوقتي؟ لو في حاجه تشالنج في الفتره الجايه، ايه اكتر حاجه بتواجهها، حاجه اللي عايزين يشتغلوا عليها ويطوروها؟ وازاي في الاف ام سي سيكتور في الميدل ايست لو في حاجات مثلا جواينا شايفه نفسها ازاي وسطهم كتشالنج او رانكينج؟ ايه المختلف؟ ازاي جواينا تقدر تبقى في الحته دي؟ بس ثواني يا سيف، انت شغال في جواينا؟ لا. طب تفرق معاك ايه السؤال ده؟ انا بحب السيكتور ده وعايز اشتغل فيه. اوكي. لا انا كان عندي فضول بس اعرف عشان لو يا عم سيبه يسال براحته يعني. ايوه لا انا بسال عشان ما تحفرش على رايه. براحته. تمام. انت اسمك ايه؟ يحيى. بص يا يحيى، احنا اكبر تحدي عندنا احنا كشركه دلوقتي ان اللبن سلعه استراتيجيه. اللبن سلعه زي السكر والرز والمكرونه، الحاجات اللي هي سلعه اساسيه استراتيجيه، وعاده السلع الاستراتيجيه بيبقى هامش الربح بتاعها صغير. تمام؟ فعشان الشركه تبقى مربحه لازم احنا نستمر دايما في الابتكار، دايما يبقى عندنا منتجات جديده. بالظبط، منتجات جديده وكمان فئه جديده، ما يبقاش احنا بتوع لبن وعصير وزبادي ومركزات، محتاجين يبقى عندنا فئه جديده. فدايما ده التحدي اللي احنا بنجري وراه، بس احنا مش ماشيين اون تراك، ماشيين على دايركشن كويس قوي فيه. بس السؤال الثاني انت كنت بتقولوا ايه؟ ان انا ميدل ايست. اه الميدل ايست لازم نكون احنا ننزل بمنتج في المنطقه اللي احنا فيها يكون ليه ميزه تنافسيه، ما ننزلش برضه بسلعه استراتيجيه عادي زي اللبن الا لو في بلد عندها نقص في السلعه ديت. بس شكرا. في سؤال سي او ايوان. ما لازم اقول اسمك عشان ما تغلطش، عشان ما تقولش حاجه غلط. اتفضل. مهندس ايهاب مختار، ساكن في، هقول عنوانك. اتفضل. ازيك يا سيف؟ نروش بقى. لا انا يعني المفروض ان احنا السامت دي للشباب، فعايزين، مش عايز اقولها، مش عايزك تقول نصيحه للشباب، بس عايزك تقول نصيحه لسيف اللي عنده 21 سنه. لو قابلته النهارده، سيف ثابت النهارده هو لسه داخل يشتغل، عنده 21 سنه، وانت
حط ايدك على كتفه كده وتدي له نصيحتين قبل ما يخش اي بيزنس من رحلتك دي. والله يا يوسف الحمد لله الحمد لله فعلا يعني حاجات قليله قوي اللي انا يعني مش شايف ان انا عملتها صح. معظم الحاجات اللي عملتها كانت صح. انا حطيت لنفسي اولويه شغلي واشتغلت وتركزت ما هي فيها الحاجات جامد. الصح اللي هتقولها له عشان هو داخل يعملها انت شفتها صح اديها له بقى. يعني النصيحه بتاعتي انا اول ما كنت اتخرج سينس ان انا اي كان افورد ان انا اقعد اشتغل اقعد فتره من غير شغل، كنت خدت لي سنه لفيت الدنيا كلها بدل ما انا خدتها كده على طول شايل على كتفي زبادي ولبن والكلام ده كله في الشارع على اساس ان انا كده لازم ابتديها من الصفر. ماشي ممكن ابتديها من الصفر، بس كنت خدت لي سنه لفيت الدنيا، لفيت الكره الارضيه كلها. الحمد لله انا سافرت كتير على مدار سنين، يعني خدت متعه كويسه جدا في شغلي وسافرت في كل حته تقريبا، بس كنت خدتها سنه. كان ايه المشكله يعني؟ مش لازم انا حاسس انا كمان كنت في الدراسه مش شاطر فاتاخرت سنه عشان كنت بهجس يعني. مفيش داعي للمعلومات. وبعد كده حسيت يا نهار اسود ده انا اتخرجت عندي 24 سنه. ايه يعني مشكله اتخرجت عندي 24 سنه؟ ايه المشكله اتخرج؟ ولا كنت ابدا شغل اصلا عندي 27 سنه، مفيش مشكله خالص. فدي اللي انا يعني ممكن لو انا بكلم حد هنا اقول له ريلاكس ريلاكس. يعني انا واحد شايف نفسه عنده 24 سنه انا كبير قوي ما بداتش اي حاجه في حياتي، مفيش مشكله حتى لو تبتدي عندك 25 26. انا عندي واحد صاحبي بدا يشتغل عنده 30 بدا يشتغل عنده 30 وصل لبوزيشن النهارده كبير جدا. طب عمل ايه من ساعه ما اتخرج لحد ما عنده 30؟ he was just enjoying ولا اي حاجه خالص، عمال يتبسط ويسافر ويتفسح وكل حاجه. بس ماشي يا سيف. احنا لازم نقفل عشان واضح ان اللاين اب جاهز. فعندك سؤال اخير بس واضح انها واسطه فاتفضلي. طيب Okay, as someone who has refused حتة الفاميلي business for quite some قربي بس. As someone who has refused حتة الفاميلي business for a while and decided to go with the startup path instead, حابة أعرف إن هو دلوقتي a lot of people are refusing إن هم يشتغلوا with their parents and instead make themselves on their own. فحابة أعرف as you as Mr. Saif, as Juhaina, where do you see yourself بقى supporting the new generation of startups and entrepreneurs and small businesses? هو كل حاجه ليها مزايا وليها عيوبها. يعني لو تشتغلي مع الفاميلي ليها مزايا كويسه قوي بس ليها عيوب برضو سخيفه جدا. انما فكره الستارت اب احنا على ايامنا ما كانتش موجوده لما بدانا شغلنا. بس لو الستارت اب اللي انت هتبتدي فيه بالنسبه لك احسن وامتع واحلى من انك تشتغلي مع الفاميلي طبعا ديفنتلي خشي فيه، وفي حريه اكتر وانت صاحبه قرارك وبدأ من الصفر فيه فلذيذ يعني. فده لو انت بتسالي السؤال ده واتس ماي ادفايس في الحته دي. لو بتتكلمي على جوهينا مع الستارت ابس لو انا فهمت سؤالك صح، هنا ده برضو دي مبادره جديده او انشيتيف جديد احنا واخدينه كشركه. لو حاجه بتنتجريت معانا احنا كجوهينا ممكن ان احنا نشجع على الستارت اب ديفنتلي. احنا جالنا ستارت ابس من 4-5 سنين وتجاهلناهم لان احنا ما كانش عندنا المايند سيت دي جوه جوهينا، والناس دي كبرت جدا دلوقتي واحنا مبسوطين ليهم يعني. بس طبعا وي هاف عملنا معاهم شغل احسن كتير لو كنا اديناهم اهتمام. فاحنا مهتمين جدا بفكره الستارت اب. ثانك يو سيف باشا حبيبي. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو سو ماتش. شكرا يا جماعه.